بسم الله بدينا وخصي فينا حلات القناة. ايها البنات وبنت البهجة، تبارك الله والصلاة على النبي كتحمق. مرحبا بكم البنات، صليو على سيدنا محمد وباليو علينا باللايكات والاشتراكات اللي ما اشتركش. مرحبا بكم. اليوم كنتبتوا المصداقية ديالنا في القناة ديالنا. انني قلت لكم من النهار الاول ان كل هاد الهيلله كلها كتدور على ميلاد قناة جديدة في قبيلة البهجة. أو إمبراطورية البهجة، خلينا نقولوا إمبراطورية، قبيلة قديمة يا أختي. المهم البنات، خوسي فينا اليوم كتحل القناة ديالها الحظري علم الغيب هجوم بوم كلشي يشترك اللي ما اشتركش. ايوا يا البنات، بالنسبه للبهجه البارح كان كيقول باللي هو عنده مفاجاه مفاجاه مفاجاه، ثلاثه ديال الفيديوهات يمكن، ولا هذوك الجوج هذا هو الثالث، انه عنده مفاجاه وكيحضر المفاجاه الى اخ الى اخ الى اخ. وانا كنأكد لكم البنات باللي هذيك هي ماشي المفاجاه. كانت يا انا كنعطيكم جوج احتمالات، ماشي شي واحد اللي قال لي شي حاجه، انا كنعطيكم غير التحليل ديال الفيديو. يا اما كان بغى يخرج بلقاء معنا هو الخطو وهو غادي يوضحوا، او لانهم يتم الصلح بينه وبين خاصي فينا، وهذا مستبعد الصراحه. فيعني وحتى اللقاء ديالو بينه وبين مانويلا كنظن انه مستبعد. لانه هو عارف يعني من النهار اللي جات مانويلا كانت جداته، كانت خالته هما وهداك الشيء، يعني صافي هي السيده بوانتات رجعت لمكناس، فكان صعيب انه زعما لان الكونتاكت بينه وبينها وبين مرتو يعني خفيف. فما كنظنش انه كان كيتوقع انها تجي. الحاجه اللي كان كيتوقع انها تجي هي الحاجه الاماراتيه يا اختي، المليونير اللي كتهلا فيهم بالملايين. تبارك الله، اللهم صل على النبي، كل واحد الله يزيدو ويرزقنا من حيث لا نحتسب نحن ايضا. ايوا المهم البنات، يعني السيده راه جايه راه في المغرب، حطت الرحل عند محفوظ، يا حفيظه هي المحفوظه. ف كانوا متوقعين انها تجي عندهم، ولكن صدقات جات عند جهه المحفوظه، ومن بعد عاوتاني مشات عند خالته. يعني الزيارة كانت متوقعة أنها أكيد غادي تزورهم، باش نكونوا واضحين، أكيد غادي تزورهم، وأكيد غادي يكون هناك مشروع ديال دار جديدة الابنة. غير واش غادي يعلنوا على أن الحاجة هي اللي شراتها، أو لا البهجة اللي شراها، أو لا الأب ديالو اللي شراه، أو اللي غادي يكون تعاون مشترك بيناتهم بثلاثة وغيشريو لها. فأكيد غادي تكون دار جديدة، يعني بارتما جديدة للأخت، وهنية عليها. وسميتو داكشي علاش مأخرة قناتها هي، أو أنها تكون تدخل شراكة مع بنت عمها. المهم بنت عمها حلات اليوم القناة، خصي فينا حلات القناة يا البنات. فما يعني إلا غادي يخدموا بشراكة كما الأخوين خدامين بشراكة هاد المرحلة هادي، وغادي تخدم هي بشراكة مع بنت عمها، ممكن. خصوصًا إلا ما كتحبش الظهور، وإلا كل وحدة غتحل القناة ديالها أيضًا ممكن. فالقناة ديالها غادي بداتها، وإن شاء الله غادي، وهي وضحات في اللايفات اللي كتعطي أنها غادي دير قناة عادية، قناة نقية، يعني ما غاديش تكون ديال المعاطية ولا ديال التوضيحات ولا ديال حتى حاجة، يعني غادي تعطي الروتينات يعني على نفس المنهج ديال البهجة. ووصفات إلى آخر، جولات وداك الشي اللي المهم نفس المنهجية على ما أظن، يعني ما غاديش تعطي شي محتوى آخر. واخا راه عندها دبلومات هي، يعني ممكن لا تقدم في الدومين ديالها، ولكن أصلًا كون غادي تخدم على الدومين ديالها اللي قارية عليه، كيقولوا مهندسة. ما غادي تستهدف الجمهور ديال يعني المتعلمين، ما غاديش تستهدف الجمهور ديال اللي كيبغيو العائلة والآخر واليوميات. فأكيد حتى هي غادي تبارطاجي اليوميات ديالها وحياتها الخاصة إلى إلى والجولات ديالها. وبالنسبة للأخت كما قلت لكم، يعني إلا كانت غادي تدخل مع أختها فغادي يبانوا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله، وإلا كانت ما غادي مع بنت عمها، وإلا ما كانت غادي تدخل معاها فما غاديش تبان القناة ديالها في يعني في هذه المرحلة هذه، حتى يتم يعني حتى ترجع الحاجة الإماراتية، وحتى يتم شراء المنزل الجديد ليها وتستقل بذاتها. ممكن ديك الساعة تحل، أولا ترجع تخدم مع الإخوة ديالها، ولا تشارك مع بنت عمها. المهم يا البنات، اليوم خرجوا فيديو كيحمق، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. البنوتة كتهبل، الله يحفظها لمواليها. خرج ببنيته زوينة بزاف، تبارك الله والصلاة على النبي. كيقول من كتشبه، أنا جاتني شابهة بزاف لباها، واخدة خديدة ماماها والدم ديال ماماها الصراحة، يعني مويلحة هي.
أما بالنسبة للتفاصيل الفميمة والمناخير والعوينات طالعة لباهم، يعني التفاصيل ديال الحروف جايباهم من باهم. والتفاصيل ديال الحروف يعني صغار غيجيو حتى مع البنوتات، كيجيو مع البنوتات إن شاء الله فاش تكبر غتجي فنيونة. وكلي البيضة تما ما شاء الله، يعني حتى الطول وداك الشي واقيلا كتبان كتشبه في باها، عظيمة قصر. وتبارك الله، يعني البنوتات القصارات كيجيو كيوت وفنين الصراحة، غادي تجي فنة. الله يحفظها لمواليها ويبارك فيها ويجعلها ذرية صالحة يا ربي. وكيقولوا عينين زرق أيضا أويلي. هل أنتم في كامل قواكم العقلية؟ فينا هو الزرق، على زعما حنا كنعرفوا شحال اللون الزرق، هذاك اللون ديال الرضاع، اللون قري، اللون كيكون هكا بحال كيكون الكحل وفوقه بحال الضبوبة، بحال الريش ديال الحمام. عطى داك اللون واحد المدة سبحان الله العظيم كيكشف وكيبان اللون الحقيقي. والأزرق كيكون فرد راسو إلا كان زرق تيكون شفاف، يعني تيميل اللون يميل اللون ديال السما. مع الأيام فاش كيكبر البيبي كيولي زرق ديال بصح. والخضر أيضا كيبان بحال اللون ديال الفصة، مع الأيام كيكشف داك اللون كيولي خضر. العسلي كيكون كيبانوا لك صفرا بزاف، كيبانوا بحال شوية المص، بحال اللون ديال المص. ومع الأيام كيكشف داك اللون وكيوليو عسليين، يعني كيكون صفر مخلط بشي ضريبات ديال القهوة. هذا ما كان يعني سميتو. والكحل كيبان كحل نيت سميتو كيولي قري كما قلت لكم بحال اللون ديال الحمام. الريش ديال الحمام كتقول راه مايل للزرق، لا هو جايب شوية زرق لا يولي لا لا غير كيتحيد داك الشي كيرجع كحل. يعني اللون ديال العوينات هكا كحل ولا قهوي مغلوق، يعني ديال أمها ولا ديال باها بوان فينال، ما كاين لا زرق لا والو. وهي تبارك الله زوينة بغض النظر يعني زرق ولا ما زرقش، والله إلا تبارك الله فنة، والله يحفظها لوالديها ويحفظ لهم ولدهم. وكل واحد الله يحفظ ليه وليداتو. كان فيديو زوين واخا باين مستريسيين حتى لأبعد حد. ومن هاد المنبر زعما الا تيتابعوني غنقول لهم يعني ما كاين، يعني نتوما عرفت هذه هي ضريبة الشهرة، يعني واحد كيحط حياته كاملة في اليوتيوب، فأكيد يعني يحاول يتقبل الهجوم ديال الناس، يحاول يتقبل الانتقادات. ماشي أي ريح كيجيك، يعني دايما نتوما مولفين الناس تكبر بكم، الحاجة فنة وانتوما فنين، ضروري مرة تجي عليكم دوائر بحال الزمان بنادم. هو كيبغيك، هو غدا تقلب عليك. فبان عليهم واحد التوتر اللي هو كبير، باين على مرته، باين عليه حتى هو، يعني متوترين، باين حتى على المصور. غياب الآباء، يعني غيابهم بشكل نهائي. سميتو على الساحة ديالهم. فهذا كيبين باللي هما كلهم مأزمين، ما قادينش، ما كما قلت لكم يعني ما يمكنش انهم يخرجوا في النهاية، راه اختهم، خصوصا ان شخصيتها قوية، يعني الا خرجوا هما وإلا قالوا حنا تصالحنا، هي السيدة ما طاحتش للصلح باش انهم يتصالحوا بشكل نهائي. إلا قالوا الآخر إحنا باقيين مدابزين، غتخرج حتى هي بتوضيحات علاش مدابزين. إلا قالوا علاش مدابزين غتخرج حتى هي وغادي يوليو في شد نقطع عليك. وهذا ماشي في مصلحتهم، كما قلت لكم غيطيحوا في المعاطية، وعطيني نعطيك، وغادي يطيحوا في النيفو ديالهم. وكما قلت لكم دائما كنقولها ونعاودها ان هذه النقطة يعني نقطة قوة هذه العائلة بأكملها. هما بيناتهم كلاشات، بيناتهم تسريبات، بيناتهم ناس كتعاود، بيناتهم ناس كتوصل المنتقدين، ولكن يعني مترفعين على المعاطية المباشرة. وهذه نقطة مزيانة فيهم أمام فتنة اليوتيوب وفتنة الادسنس. رجعوا خدموا كل نهار حطوا فيديو ديالكم، وحتى ان شاء الله تيسر الامور، واكيد غادي تصالحوا. عمر لما ما غادي عمر الدم ما غيولي ما. في النهايه يعني الصلح غادي يكونوا كما قلت لكم الاستراتيجيات تمشي وبنجاح رغم المشاكل نتوما درستوها مزيان. يعني ما كنتوش توقعتوا هاد ردة الفعل تكون كبيرة لهاد الدرجة، ولكن يعني في مصلحتكم كما تصب، خصوصا في القنوات في مصلحة كتصب كلها في مصلحة القنوات الجديدة، بعكس القناة القديمة اللي هي غادي تأثر أكيد لا من ناحية المشاهدات ولا مدة المشاهدات ولا لي زابوني، يعني غادي تأثر. خصها مدة حتى على ما تجمعوا هاد المعمعة هادي. ولكن واخا هكا كما قلت لكم كاين يعني شي كيمشي وشي كيجي، يعني غادي يقدر يمشي لكم واحد النسبة ديال المتتبع العاطفي، ويجي نسبة المتتبع المتطفل أو الفضولي أو الشمتان أو أي حاجة من هذا القبيل هذا. ولكن
كتبقى قناة الصراحة زوينة ونقية وتتعطي واحد الصورة زوينة، الصورة عصرية يعني الصورة عصرية الصراحة، يعني واحد الكوب اللي هو داير مزيج ما بين الأصالة والمعاصرة، واللي وصل معانا حتى لهنا ما ينساناش من واحد لايك واشتراك، وأعطيونا آراءكم، عطيونا انتقاداتكم، مرحبا بالآراء ديالكم، باب التعاليق مفتوح. خبطوا لايكات البنات، الله يسهل عليكم، وشكرا لكم على حسن التتبع، الله يسهل علينا وعليكم، وفي امان الله وحفظه، مع السلامه.